الكابتن احمد شوبير بيوجه رسالة لجهاد جريشة. كويس انك بطلت تحكيم. تعال نسمع احمد شوبير قال ايه وبعدين نرجع نرد رد ناري عليه. اسمع كده. بداية كنت بتكلم على النادي الاهلي وجبت كابتن حسام البدري بيتكلم وبيحلل تحليل فني عن المباراة ورؤيته لمباراة الاهلي وأوراوا الحقيقة، وعاد تاني الكلام انه الاهلي له ضربة جزاء صحيحة وشكك في ضربة جزاء نادي فلومينينسي. انا قلت لكم يعني كان في آراء كتيرة فيها، لكن كنت بتكلم على الكابتن جهاد جريشة بالتحديد حكمنا الدولي السابق. يعني بالكابتن جهاد الحقيقة أنا بس ليا نصيحة ليه، يعني نصيحة أخ، يعني إنه دائما وأبدا بحس إنه في المباريات الهامة بالنسبة للفرق المصرية كلها بلا استثناء يعني بيروح في سكة تانية خالص. أنا أحب إن أنت تقول اللي أنت شفته عشان بس تبقى القصة واضحة، لكن في دايما حاجات بتبقى واضحة يا كابتن جهاد. يعني انا هحاول اجيب لك لعبه النادي الاهلي والدفع، بس يجيبوا لنا كده اخواتنا جوه بكذا مرحله كده من الصور، للاسف ما عندناش الحقوق، وتشوفها حضرتك وتقول لي هو انت بنيت قرارك على اساس ايه؟ ضربه جزاء فلومينينزي صح، خلاص تمام اوكي. ضربه جزاء الاهلي مش صح ليه؟ هو وحتى ساعات الكابتن جهاد ما بيطلعش في قنوات، يقوم جاي طالع على صفحته عشان يتكلم. هي لو تعرفوا تمشوها لنا كده بالصوره بتقنيه الصور تبقوا ابطال، لكن الدفع موجود في الظهر والكره لسه ما وصلتش للراجل، يعني هو دفع كهرباء عشان الكره ما توصلوش. فالتعمد هنا يا كابتن جهاد واضح جدا. انا احب انك تبقى فير واحب انك تقول بمنتهى الامانه والوضوح، لكنه خليك فير على الجميع. انا يعني القصه هنا بتبقى صعبه شويه، والله انا بقولها من قلبي يعني للكابتن جهاد. ما احبش ان انا اسمع كلام كويس انه بطل، كويس انه ما بقاش يحكم، انا ما احبش اسمع ده، لانه دول واجهات مصريه جيده يعني. طب والصحابة انا عايزك تعمل لايك للفيديو ده وتشيره في كل مكان، عشان حرفيا الكابتن جهاد جريشة اتحول على رضا عبد العال اس 2، بس ده في التحكيم. يعني الكابتن جهاد جريشة اتحول لرضا عبد العال اس 2، بس ده في التحكيم. ليه بقى؟ لان الكابتن جهاد جريشة دايما خالف تعرف مع جماهير الاهلي، مع جماهير الزمالك، مع يعني مش شرط الجماهير، هو بيعمل كده مع الانديه الجماهيريه عشان خاطر نطلع نتكلم عليه، عشان خاطر نطلع نقول ان هو مش حقاني، وان هو دايما بيطلع يتكلم في حاجات غير مستحقه. انت ما شفتش المباراه، ولا انت كنت بتتفرج على ماتش تاني، ولا انت كنت بتتفرج على ايه بالظبط؟ حرفيا يا جماعه الناس كلها حاطه الثقه ان ده احسن حكم في العالم، فده خلاص ما بيغلطش. بكلمك بامانه، هم كده، هم واخدينها كده. يعني حتى ضربه الجزاء اللي اتحسبت انا خدتها عن نفسي، حتى ضربه الجزاء اللي اتحسبت ما رجعوش للفار. طب ازاي انت ما رجعتش للفار وحطيت الحكام على الفار اقل من الحكم اللي بره؟ فزي ما تكون كده ايه بيقولوا لهم ايه، ما تجيبش الحكم ده قراره صحيح 100%. ما تقولوش يا جدع تعالى بص على الكوره، يا جدع ده اكتر من كوره في قلب الماتش المفروض يتحسبوا. يعني في انذارات وفي انذارات صفراء وفي انذارات حمراء المفروض تتحسب في المباراه، ما اتحسبتش. انت ما خدتش بالك من دول؟ ما خدتش بالك من اللاعب اللي داس على رجل محمد هاني؟ ما خدتش بالك من الكوع اللي خده ياسر ابراهيم في صدره؟ ما خدتش بالك من الاتنين كوع اللي خدهم امام عاشور في قلب مناخيره؟ ما خدتش بالك من الحاجات دي كلها وطالع تحلل وبتعترض ان كهربا مالوش ضربة جزاء، وبتقول كمان ان ضربة جزاء فلومينينسي. يا عم ما اختلفناش معاك، قدناها ضربة جزاء، انما تدي لكل واحد حقه بقى، ادي لكل واحد حقه. ما تديش ان انت مثلا ايه توضح الصورة ان احنا بندعي ان احنا بنرمي اللوم على الحكام بس. احنا بنرميش اللوم على الحكام بس، احنا بنرمي اللوم كمان على اللعيبه وعلى المدرب، وان احنا اخفقنا في المباراه، وان احنا وكل حاجه. بس انا وحش يا عم، بس ادينا حق، ادينا حق في التحكيم. وانت كاعلامي مصري تنصف بلدك ولا تنصف الغريب؟ يا عم انا ما بقولكش انصف بلدك، يا عم قول الحقيقه يا سيدي. انت كحكم قول رايك الحقيقي، حتى يبقى انت اسمك اعلامي محايد. حتى ما هو انت دلوقتي مش حكم، انت على منصه اعلاميه وبتقول اسمك باسمك كاعلامي وحكم، يعني بتطلع تقول ارائك التحكيميه او التحليل التحكيمي. يا سيدي قول يا عم الحق، يا سيدي قول الحق. شكرا لكل الناس. ما تنساش يا ابو الصحاب لو انت مش مشترك معانا في القناه تشترك معانا في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. حبايب قلبي.